السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا بخير. النهارده عملت لكم القرنبيط من غير لبن ولا بيض بطريقه سهله وجميله وبسيطه، تقدري تعمليه في اي وقت، واتمنى الفيديو يعجب حضراتكم. ولو عايزه الطريقه اتفرجي عليها في الفيديو، هتلاقيها طريقه سهله وبسيطه. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم قرنبيط بطريقه سهله وبسيطه من غير بيض ولا لبن، وهيطلع مقرمش وزي الفل وجميل، وان شاء الله يعجبكم. معانا قرنبيطه اهي، ومعانا حله فيها ميه على النار، هنحط فيها شويه ملح، وهنسلق القرنبيط حوالي 80% من السوا، عشان طبعا لسه هنقليه في الزيت. هنقطع القرنبيط بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده كده اهو، وهنسلقه زي ما قلت لكم حوالي 80% من السوا او من السلق. القرنبيط حطوا معلقه خل عشان لون القرنبيط يبقى ابيض. لما القرنبيط ينزل ويستوي لازم تحطيه في ميه ساقعه، يعني ممكن تكون ميه من الحنفيه، مش لازم ساقعه قوي، وتغيروا له الميه بسرعه كده عشان ما يتهريش منك. كده اهو القرنبيط بعد ما اتسلق وبردته بالشكل ده اهو، اهو بعد ما برد اهو، ما اتهرش ولا حاجه، واستوى برده. يبقى انا حطيت هنا نص كوبايه نشا، وكوبايه دقيق وربع، كوبايه وربع دقيق، ونص معلقه بيكنج باودر، وهنا حطيت برضو كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا ونص معلقه بيكنج باودر اهي. هنقلب دي كله. هنا بقى هنحط بعد كده التوابل. هنحط هنا معلقه ملح، الملح ده مبهر بالتوابل كلها، يعني شطه، كمون، فلفل اسمر، كزبره، يعني في توابل كتير، توم باودر، يعني انا بعمله كده. دي معلقه، وهنحط برضو معلقه صغيره فلفل اهي، وهنقلب بقى كل الخليط دوت بالشكل ده كده. الدقيق اللي في الطبق التاني مش هنحط عليه حاجه الا لما احنا حطينا بس البيكنج باودر بالشكل ده كده اهو. قلبناه اهو. هنجيب بقى الميه وننزل على الدقيق بيه كده. خلصنا هنا. هنخلط هنا بقى. انتوا طبعا بتحطوا الدقيق على حسب كميه القرنبيط، على حسب الكميه اللي انتوا هتقلوها، ودي طبعا بتبقوا انتوا عارفينها. انا برضه خلطت اللي هو التاني الكفر الخارجي اللي هيبقى للقرنبيط اهوت بالشكل ده كده اهو، اللي هو عباره عن نشا ودقيق وبيكنج باودر، ما حطيتش عليه ملح طبعا، بس كده اهو. هنعجن بقى اللي هو الدقيق ده اهو. معانا كوبايه ميه، بسم الله. نسيب شويه منها بس كده ونقلب. هنخلط الخليط دون اهو. نشوف هيعوز ميه تاني ولا لا. بالشكل ده الخليط اهو اهو. عايزين الخليط بالشكل ده كده، بالسمك ده اهو اهو. هنجيب ايه بقى؟ الخضره. معانا شبت وبقدونس وكزبره، هنحطهم على العجينه دي. انا حطيت الخضره اهي، وحطيت قرن فلفل احمر اهو بالشكل ده كده، وهنقلب الخليط ده كله مع بعضه بالشكل ده كده اهو اهو. لو عايزه تستغنى عن القرن الفلفل الاحمر عادي، مش مشكله يعني، بس بيخليه حلو يعني بالشكل ده كده اهو اهو. حطينا طاسه على النار فيها زيت يسخن، وهنبدا نقلي في القرنبيط. هنبدا نحط القرنبيط في العجينه بالشكل ده كده. هنطلعه فين؟ في الدقيق ده اهو.
هنغلفه كده بالدقيق بالشكل ده كده اهو. وبعد كده هنحطه في الطاسه بالشكل ده كده اهو. بعد كده بقى هنحطه في الزيت بالشكل ده كده اهو. هعمل كمان واحده معاكم اهي بالشكل ده كده اهي بالشكل ده كده. هنغلفها بالدقيق وبعد كده هننزل بيها في الزيت كده بالشكل ده كده. شايفين شكل القرنبيط اهو بعد ما قلبته اهو بالشكل ده الجميل ده اهو. شايفين اهو. نقلبه طبعا على كل الاتجاهات بالشكل ده اهو. جميل اهو بالهنا والشفا من غير بيض ولا لبن اهوت. جميل الشكل الجميل ده اهو. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم بالشكل الجميل ده اهو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.